يروح يروح، ما يقعدش تاني، ده ما يقعدش تاني. مارسيل كولر يروح من الاخر، يروح، مفيش تاني خلاص. يعني هي فرقه بتلعب قدامك 10 من الدقيقه 56 لحد الدقيقه 95 وما تعرفش، بالعكس هي اللي بتسجل فيك الاول وانت بتتعادل في الدقيقه 95. يعني يروح الكفته بتاعتك دي مش هي، واللعيبه دي ايه؟ اللعيبه ما فيش باصه صح، باصه واحده ما فيش صح. ده الشناوي شال الكورتين في الشوط الاول. ده ايه ده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش في جدل رياضي، ده جدل مجندل على رياض الصحابه. لايك وشير واشتراك في القناه لو سمحت. ايه اللي بيحصل ده؟ ده النادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي؟ بيراميدز تلعب احسن منه؟ هي اللعيبه دي اللي هتروح بيها كاس العالم؟ دي اللعيبه اللي هتروح كاس العالم؟ بقى اخرنا ان احنا هنفرح يعني بالتعادل مع بيراميدز، ولا بنلعب على التعادل مع بيراميدز؟ يعني شلت وحوش، شلت ونزلت طاهر. ما شفتش طاهر انا المباراه كلها. طاهر ما ظهرش اساسا، وما ظهرش غير 5 دقائق في الشوط الثاني. يعتبر رجل المباراه مين؟ يعتبر أنا لو بالنسبه لي رجل المباراه هديه للشيبي والشناوي الشوط الاول، عشان ما اختبرش الشوط الثاني غير الكره اللي راحت له دخل جول. يعني نتعادل مع بيراميدز؟ يعني دي مش فرقه، ده فرقه بهايم اساسا. بيراميدز دي اللي بتلعبها اساسا فرقه بهايم. ايه ده؟ مش عارف والله اقسم بالله العلي العظيم. عارف الكفته بتاعت مارسيل كولر دي بتحصل فيها؟ وقلت من فيديوهات اللي ورا او من فيديو اللي قبل اللي فات ده، وقلت نستف اوراقنا، نستف اوراقنا، نستف اوراقنا. ركز يا كولر، ركز يا زفت الطين. بتنزل حياته وتطلع حياته. انا مش فاهم والله العظيم. جرادي شار نازل اساسا مش راضي يلعب، نزله في الدقيقه 70 او 72. ما تنزله يا عم من البدايه. مطلع بن شرقي ماشي، ما ظاهرش عشان حطه اساسا محطوط غلط. ومحمد هاني اللي ياخد الكرة يرجع بها لورا، كل اللي ياخد الكرة يرجع بها لورا، وكل واحد عايز يتفلسف، وامام عايز يتفلسف، وكل واحد عايز يتفلسف. هي فلسفة وخلاص. ايه العك ده؟ نتعادل مع بيراميدز 1-1. انتوا ايه؟ ده افضل ما في المباراة النهارده كامل الجمهور. واللي عامل زي القرد ده بيتنطط لبره على كل كورة ولا كل فاول ولا كل بتاع ده. المدرب بتاعهم ده، الاقرع بتاعهم ده، عمال تتنطط على الخط. ايه ده؟ العك. بص انا ملخص لك الشوط الاول والشوط الثاني. في الدقيقة 5 امام بيضيع فرصة هدف. في الدقيقة 13 فرصة هدف ثاني اللي هي حسب التسلل. تصدي هدف اكيد للشناوي في الدقيقة 16. هدف اكيد تصدى له الشناوي. وبعد كده فلسفة الامام عاشور. انا مش عارف الشوط فلسفة وعايز يعمل لي كده ويعمل لي كده. يا عم تلعب كورة ده، يا عم دي مش فرقة. معلش الفرقة برضه مش هينة بيراميدز. اما تلعبوا ازاي؟ هنتفلسف قدامه كل واحد عايز يبين لنفسه. ما تبينوا نفسكم في اي فرقه تاني. فوز يا عم وبين نفسك يا عم، ياكش ترقص. يعني انت رجعت الدوري عشان خاطر انك انت تتعادل مع بيراميدز؟ ادي الحكام الاجانب يا عم. حكم معلش غلطه واحده النهارده، معلش ما فيش غلطه للحكم. وتعادلت مع بيراميدز في الدقيقه 95. تتعادل مع بيراميدز فريق غسيل الاموال ده. من جيت الاساس ماشي، هو ما راحش كتير عنده، بس كل الثلاث اربع كور اللي راحوا كلهم فرص اهداف ضائعه منه. والكره الثانيه اللي شاطها الشيبي، اللي انا بالنسبه لي انا افضل لاعب في المباراه النهارده، بما يرضي الله. افضل لاعب النهارده في المباراه الشيبي، وان جه حد من بعديه الشناوي لتصدي الكورتين. غير كده ما فيش لاعب. وسام ابو علي الكره اللي لعبها باليد جت في القائم في العارضه. عملنا ايه احنا في المباراه؟ فين الجمله اساسا فين الجمل اللي بيلعب بها النادي الاهلي النهارده؟ فين مارسيل كولر في المباراه؟ واقف على الخط. ادي اللي عامله وبيعمله هو. يا عم روح مواصلاتك على حسابنا يا سيدي. خلاص روح مواصلاتك على حسابنا. مفيش. ما خلاص انت عقيم حاليا كوره، عقيم كوره. والله العظيم فرقه بيراميدز اقسم بالله بتلعب قدامك هي كده بس. اي فرقه تانية هتفوز عليه. كل الحكايه ان هم نازلين بحميه.
جاي عشان يديهم فلوس عشان خاطر ان هم يفوزوا عليهم يلعبوا قدامهم. انتوا ما تعملوش كده ليه؟ روح فانيلة النادي الاهلي ما حضرتش غير في بلس 90. ادي روح فانيلة الاهلي. فين العزيمه؟ والله العظيم ما لما احلف من الله، انت لو نازل وناوي انك تقل النجيله قدامهم اكل، اقسم بالله ما كانوا خدوا معاك الشوط الاول. هم اساسا نازلين وخايفين منك كانوا الشوط الاول لحد ما حسوا انك انت زيك زيهم راس براس، خلاص لعبوا عليك عملوا كل حاجه عليك. انتوا مفيش واحد فيكم باصه كوره صح. ال 90 دقيقه مفيش واحد فيكم باصه كوره صح. شلت وانا شلت، طلع بره، اعمل مش عارف ايه ده. محمد هاني يوصل لحد هنا وفي الاخر يلف ويرجع تاني، يوصل لحد اخر ويلف ويرجع تاني، وكل واحد عايز يعمل لي فيها كريستيانو رونالدو ويلم له 2 3، وانتوا اساسا اللعبه ما تسواش ربع جنيه. ما تسواش ربع جنيه. كلب فيكم يطلب زيادات تاني. كل واحد عامل لي فيها التوت فريت بتاعه، خلاص على كده وعامل الكوره كده وعامل الكوره كده عشان خاطر الجماهير. يا عم العب والجماهير عارفه انك انت بتلعب. العب بروح شويه. ده الطرد حصل في دقيقه 56 او 57. عملت ايه انت من بعديها؟ بيلعبوا 10 قدامك هم اللي احرزوا هدف فيك مش انت. منزل ايه وعامل ايه وتسوي ايه ومنزل لي محمد سمير على طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر عمل ايه في المباراه؟ بص ويتكلم يقعد ايه عمل ايه في المباراه؟ جاتكم 60 نيله. اللي مش عاجبه ان هو يلعب برجوله يغور يمشي. مش عايزين الكوسالينجيه، مش عايزينها. اي واحد كسول فيكم مش عايزينه يغور. اكرم توفيق على ربيعه على اللي موجود كله يغور. والنهارده اللي شفته برضه لعب كويس اشرف داري. وكنت اتمنى ان اللي يكمل يحيى عطيه الله. وعشان اللعيبه بهين نزلوا في اصابتين ورا بعضهم في الباك الشمال. علم بقر والله العظيم بتوع بيراميدز، علم بقر اساسا يخرب بيت. علم بهايم. اساسا انتوا مستحملين نفسكم ازاي وانتوا عارفين ان ممدوح ننوس بيعمل ايه؟ دافع فلوس عشان يجيب لكم ده. يعني ازاي انا كل عين ومستحمل ان عارف ان اللي جاي بيشجعني ده بيشجعني عشان هو يوميته. اعجلوها يا جدعان. ده انتوا النادي الاهلي اللي كعب جزمتكم دايس على وش جميع الانديه المصريه والافريقيه ومنها الاسيويه. شويه لاعيبه عالم. غربوا الغربال يا عم بتاعكم كده وهزوا ونزلوا اللي مش عايز يقعد يغوروا. احنا بس فرحين هنجيب صفقات ونجيب صفقات وجيب صفقات وجيب صفقات. تجيب صفقات لمين وعندك مدرب عويل؟ عندك مدرب عايز بتاع ده عايز يتدرب عشان يكون مدرب. خلاص شطب كوره شطب كوره. خلاص شطب كوره. مشوه يا عم مش عايزينه. وحتى لو هيجيب لنا كاس العالم مش عايزينه. هات يا عم مدرب يكون عايز يفوز. مش مدرب قاعد. ما تمشوه يغوروه يا عم وشوف لنا غيره. يلا يقوم الجرف. دمتم في امان الله. سلام عليكم.